المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الأرضية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يبعث رسالة للرئيس سلفا كير ميارديت. وضع برنامج لغرس مليون شتلة بالحملة الطلابية. جائزة تنفيذ للطلاب المميزين في الكشبركة. ترامب يتوعد إيران بالمحو بعد انتقادها العقوبات الأمريكية على خامنئي. حلف الأطلسي يدعو روسيا لتدمير صاروخ جديد ويحذر من الرد. ومقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان. قدم مستشار الرئيس السيد يماني جبراب اليوم 26 من يونيو رسالة من الرئيس أفورقي إلى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت تتعلق حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأوضاع السودان خاصة. وتوصل الجانبان إلى تفاهم للدفع بعلاقات إريتريا وجنوب السودان والتشاور والتنسيق بين الحكومتين في القضايا الإقليمية. أعلنت وزارة التعليم عن وضع خطة لغرس أكثر من مليون شتلة في البلاد عامة عبر الحملة الطلابية الصيفية التنموية التي يشارك فيها طلاب المرحلة الثانوية. وقال مسؤول حملة الطلاب الصيفية للتنمية في وزارة التعليم الأستاذ فتوي والدقرقيس إن الحملة الطلابية بدأت في إقليم جنوب البحر الأحمر في الأول من يونيو الجاري، وستبدأ في الإقليم الأوسط في الثاني من يوليو، والأقاليم الأربعة الأخرى يوم الثامن من يوليو القادم. وأشار إلى مشاركة أكثر من 30,000 طالب و2500 مشرف ومنسق في الحملة التي تستمر لشهر واحد، ويتمحور عملها في حماية التربة وحفظ المياه، موضحا إلى جانب التشجير سيجري بناء المدرجات والحواجز المائية وصيانة الطرق الترابية، مؤكدا تجهيز الأدوات والتجهيزات اللازمة. وذكر أن العمل سيجري في المدارس والمؤسسات العامة والشوارع ومساقط المياه والسهول وأعلى وأسفل السدود، إضافة إلى قيام 225 من طلاب المدارس الفنية بصيانة الأثاثات المدرسية. وقال أن الطلاب سيعملون في محيط مدارسهم من الساعة 7 صباحا وحتى 12 ظهرا، داعيا السكان لتعزيز المساهمة لإنجاز الحملة التنموية. وتشير تقارير وزارة التعليم إلى غرس حوالي 24 مليون شتلة خلال 24 عاما منذ بدء حملة الطلاب التنموية الصيفية عام 1994، وبناء أكثر من 16,000 كيلومتر من المدرجات. قدمت في إقليم الكشبركة جائزة تنفيندا بتعاون فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا ومكتب التعليم بالإقليم للطلاب المحققين نتائج مميزة في امتحانات الشهادة المتوسطة. وقدمت الجائزة يوم 23 من يونيو الجاري في مدينة بارنتو ل60 طالبا، بينهم 18 طالبة من 17 مدرسة حققوا نتائج مميزة في امتحانات الصف الثامن للعام الدراسي 2018-2019. وقال مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الشاب ماريقوس قرماسين إن البرنامج مواصلة لبرامج التشجيع القائمة على مستوى البلاد لتقوية كفاءة الطلاب، وتقدم الجائزة المستمرة بانتظام منذ عام 2011 للطلاب الحاصلين على نتائج أكثر من 85%. وأوضح أن عدد الطلاب الحاصلين على معيار الجائزة سواء من حيث انتشار المدارس وعدد الطلاب في الإقليم لا يزال منخفضا، داعيا الجهات المختصة إلى الاهتمام الجاد وترقية جهودها. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم الكشبركة الأستاذ محمد علي إبراهيم أن الجائزة لها تأثير كبير على العملية التعليمية لكونها تعمل لتشجيع الطلاب المميزين ودفع الطلاب المتفوقين لتقوية كفاءاتهم ومواصلتها وإدخال المنافسة الشريفة في الطلاب الآخرين.
في إطار الجهود الحثيثة وحملات التوعية المكثفة والسيمينارات المنتظمة لتعزيز وعي المجتمع، تزداد أعداد المتبرعين الطوعيين للدم في مديرية نافا. وذكر رئيس جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في المديرية السيد تسفاي إيوب بأنه لا يوجد ارتياح ضميري أكثر من إنقاذ الحياة بالدم الذي يعوض، مشيرا بالخطوات الفعالة المتخذة عبر كافة المواطنين وخاصة الفئة الشبابية في التبرع بالدم، داعيا إلى ضمان ديمومتها. من جانبه أوضح مسؤول مستشفى نافا السيد محرت آب الزودي بأن الهدف من تأسيس الجمعية هو توفير الدم المعوض لإنقاذ الحياة، مشيرا إلى تسيير أنشطة فعالة لتعزيز وعي المجتمع في الانخراط إلى الهدف النبيل، وظلت تحقق نتائج ملموسة. من جهته قدم منسق التبرع الطوعي للدم الدكتور عبد الرحمن محمد نور توضيحا مسهبا حول أهمية التبرع الطوعي للدم والعناصر التي يتطلبها، هذا وقد انتظمت عملية التبرع الطوعي للدم في تلك المناسبة. عبر سكان منطقة دارت في مديرية أغردات بإقليم القاشبرك عن سعادتهم لتدشين مؤسسات الخدمات الاجتماعية، والتي بدورها لعبت دورا كبيرا في استقرارهم والتخلص من حياة الترحال. وأوضح السكان بأن الخدمات التعليمية والصحية وتوفير مياه الشرب لعبت دورا مهما للمضي قدما بالتعليم والعمل لتطوير وازدهار منطقتهم. وذكر مدير الضاحية السيد محمد إدريس أن مشروع المياه المشيد في وسط منطقتهم أدى إلى الحصول على خدمات المياه الصالحة للشرب عن كثب، إضافة إلى انتفاء المتاعب التي كانت سعيدة للحصول على المياه، لا سيما أن توفير المدرسة الابتدائية والمتوسطة ساعد إلى تلقي أبنائهم التعليم بسهولة ويسر، وكذلك الفتيات بالتساوي مع إخوانهن. وأشار مساعد التمريض داويد نجا بأن وجود مؤسسة صحية رفع من وعي المجتمع حول الاستفادة من الخدمات الصحية العصرية، داعيا إلى منح اهتمام أكبر لتوفير الطاقة من أجل تطوير الخدمات الصحية. هذا وتقع ضاحية دارة التي تقطنها أكثر من 500 أسرة، تقع على بعد 27 كيلومتر من الجهة الجنوبية لمدينة أغردات. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة معكم، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم. والأنباء العالمية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحو أجزاء من إيران إذا هاجمت الجمهورية الإسلامية أي شيء أمريكيا، وذلك بعد ما قالت إيران إن العقوبات الأمريكية الجديدة أجهضت كل الفرص الدبلوماسية، ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنها متخلفة عقليا. ووقع ترامب سابقا أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، ومن المتوقع فرض إجراءات عقابية على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في غضون الأيام المقبلة. وتأتي هذه التحركات بعد إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية وإلغاء ترامب ضربة جوية ردا على ذلك قبل دقائق من تنفيذها، قائلا إنها كانت ستسقط عددا كبيرا من القتلى، وكان ذلك الهجوم سيمثل أول ضربة أمريكية لإيران على مدى عقود من العداء بين البلدين. وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العقوبات الجديدة على خامنئي لن يكون لها أي تأثير عملي لأنه لا يملك أصولا في الخارج. حث حلف الشمال الأطلسي روسيا على تدمير صاروخ جديد قبل موعد نهائي في أغسطس لإنقاذ اتفاقية تبقي على خلو أوروبا من الرؤوس النووية الحربية المنشورة برا، وإلا واجهت ردا أكثر حسما من الحلف في المنطقة. ومن المنتظر أن يبحث وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في الحلف خطواتهم التالية إذا أبقت موسكو على النظام الصاروخي الذي تقول الولايات المتحدة أنه يسمح بشن هجمات نووية على أوروبا بعد إشعار قصير وينتهك معاهدة القوى النووية متوسطة المدى لعام 1987. ودعا ينس شتولتنبرغ الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي في مؤتمر صحفي دعا روسيا لانتهاج مسار يتسم بالمسؤولية، مؤكدا بأنه لم يرى بوادر على أنها تعتزم القيام بذلك.
ورفض الخوض في مزيد من التفاصيل، لكن الدبلوماسيين ووزراء الدفاع سيدرسون زيادة الطلعات الجوية التي تقوم بها مقاتلات أمريكية قادرة على حمل رؤوس نووية فوق أوروبا، وزيادة التدريب العسكري، وإعادة توجيه الصواريخ الأمريكية المنتشرة في البحر. قالت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف الشمال الأطلسي في بيان أن 2 من الجنود الأمريكيين قتلا في أفغانستان. ووفقا لتقارير الحكومة الأمريكية وحلف الأطلسي، فإن معطل الجنديين يرفع عدد القتلى الأمريكيين في أفغانستان إلى 6 على الأقل في عام 2019، وإلى ما لا يقل عن 65 منذ يناير 2015. وكان الجنرال البحرية الأمريكي فرانك ماكنزي قال قبل أيام أن تنظيم داعش في أفغانستان يمثل تهديدا مقلقا جدا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية لم تعمل بعد على تقليص طموحاته المتطرفة. وغالبا ما تستهدف التنظيمات متطرفة مثل داعش أو طالبان القوات الأمريكية، ولم تتبن أي جهة إلى حدود الساعة هذا الهجوم. وتقاتل القوات الأمريكية تنظيم داعش في أفغانستان بشكل منفصل عن مهمتها المتمثلة في تقديم المشورة والمساعدة للقوات الأفغانية في معركتها ضد طالبان. الخبر الأخير في هذه النشرة: قال باحثون من شركة لأمن الإنترنت إن متسللين اخترقوا أنظمة أكثر من 10 شركات اتصالات عالمية، واستولوا على كم كبير من البيانات الشخصية وبيانات الشركات. وأشار الباحثون إلى صلات بحملات صينية سابقة للتجسس على الإنترنت. وقال الباحثون في شركة سايبريزون الأمريكية الإسرائيلية لأمن الإنترنت إن المهاجمين استهدفوا شركات في أكثر من 30 دولة لجمع معلومات عن أفراد يعملون في الحكومات وأجهزة إنقاذ القانون والسياسة. وقال الرئيس التنفيذي لسايبريزون إن المتسللين استخدموا كذلك أدوات ارتبطت بهجمات قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إن بكين نفذتها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه ليس على علم بالتقرير، لكنه أضاف بأنه لا يسمح لأحد بالقيام بمثل هذه الأنشطة على الأراضي الصينية أو باستخدام البنية الأساسية الصينية. ورفضت سايبريزون الإفصاح عن أسماء الشركات المتضررة أو الدول التي تعمل فيها، لكن أشخاصا على علم بعمليات التسلل الصينية قالوا إن بكين تستهدف بشكل متزايد شركات الاتصالات في غرب أوروبا. هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.